كأس السوبر السعودي بين الهلال السعودي والنصر السعودي. انتصر الهلال على النصر ب2-1 بمباراة كان بيها جدل كبير على الحكم، لكن يا ناس الهلال لا يقهر. من قبل المباراة قلت الهلال راح ينتصر لأن الهلال عنده شخصية قوية عكس النصر، وبشخصيته هذا استطاع أن يفوز على النصر. وسلم الدوسري أول من سجل هدف للهلال، والثاني سجله مالكم. أما لهدف النصر سجله ساديو ماني. أما عن الحالات التحكيمية الحكم دمر المباراة صراحة، يعني في انذارات للاعبين الهلال كثيرا مثل سافيتش كان يستحق انذار، البليه كان يستحق انذار، ولكن الحكم تقاضى ولم يعطي أي أحد من هذا اللاعبين انذارات. ما أعرف، يعني مباراة قوية بين الهلال والنصر، تجيب لي هكذا حكم، يعني جيب لي حكم أجنبي مثلا، حكم على مستوى عالي لمباراة مثل هذه المباريات لها أشياء كثيرة. يعني البليه من بداية المباراة كان سيفيزي كريستيانو رونالدو، وين كان الحكم بهذا الموضوع؟ كان يقدر يروح يتكلم مع البلاي، يتكلم مع كريستيانو، ولكن ما شفنا هذا